احلى مسا عليكم. قبل كده اتكلمنا عن الاشارات والمبينات اللي في العربيه او في المعده او في اي حاجه تقابلك، وقلنا احنا هنعملها معامله اشارات المرور. الخضراء يعني الدنيا تمام، الصفراء يعني في مشكله او يعني اقرب فرصه اتشيك مفيش مشكله، حمراء ان انا اقف تماما واشوف مختص او ابص اشوف المشكله ايه لحد ما اعرف القصه ايه بالظبط. لان الحمراء دي يعني خطر، يعني فيها مشكله، يعني ما وقفتش في تكسير لمحرك لفتيس في خطوره ما. اما لو صفرا خلاص انا في مشكله، هبدا استعد ليها وهبدا اقرب فرصه اعدي اكشف على العربيه او على المعده ايا كان، بس الدنيا ايه مستقره نوعا ما، بس في مشكله. خضرا خلاص الامور تمام. طيب انا النهارده عندي نورت لمبه وانا عايز اعرف دي ايه عشان اعرف ابص على ايه. النهارده هنتعلم اعرف طريقه ازاي نقرا اي رمز في الدنيا، يعني اي رمز في الدنيا يخص المعدات ازاي اقراه. كل رمز ليه طريقه قرايه، وده ستاندرد موجود في العالم كله، يعني من اي يعني لو انت مثلا موجود في أي حته في العالم وقابلك رمز تقدر تقراه، بغض النظر عن ان انت مثلا بتعرف اللغه دي بتتكلم عربي اسباني انجليزي فرنساوي ايا كان. فالكلام ده هنشوفه ازاي مع بعضينا. هناخد مثلا رمز موجود زي الرمز اللي عندي هنا ده انجن اويل بريشر، ضغط زيت المحرك. طب انا لو انا اللغه اللي مكتوبه دي اسباني او برتغالي او اي لغه ثانيه انا مش عارفها ومش عارف اقراها، هقرا ازاي الموضوع ده؟ ازاي اقدر اقرا الرمز دوت وازاي اقدر اعرفه؟ انا هعمل كده قدامي بس الرمز ده كده، اللمبه دي في التابلو منور زي ما هو حاصل معاك في الحقيقه بالظبط. خلاص الرمز ده ليه خطوات. اول خطوه بقراه من جوه لبره. يعني ايه من جوه لبره؟ يعني ده بيتقسم لثلاث حاجات. لما اجي ارسمه هنا كده، دي علامه محرك، تمام. السهم ده يعني ضغط، يعني اول ما اشوف ضغط السهمين دول كده جوه اعرف ان دي ضغط حاجه. نقطة أو قطرة يعني زيت. يبقى الرمز ده لما ينور عندي أجي أقرا إزاي؟ أقول إيه؟ ضغط زيت المحرك. ضغط دي رقم واحد اللي هو إيه؟ اللي بره السهم. رقم اتنين زيت، عرفتها منين زيت؟ نقطة سودا كده مظللة دي كده زيت. تلاتة المحرك، عرفت ازاي ان ده محرك؟ من العلامة دي. طيب ده رمز. طب لو الرمز ده اتغير، لو انا شلت الضغط دوت وحطيت هنا مثلا ايه؟ حاجة بالمنظر ده كده، ده ترمومتر. الترمومتر بيقيس ايه؟ درجة حرارة. يبقى انا اقول هنا درجة حرارة اللي جوه ده ايه؟ احنا اتفقنا دي نقطة زيت، يبقى زيت ده علامة ايه؟ المحرك. يبقى دي درجة حرارة زيت المحرك. طب انا لو شلت النقطة دي وعملت نفس الترمومتر وعملت هنا كده ايه؟ موجة. الموجة دي ايه؟ موجة بحر، موجة مية. يبقى دي ايه؟ المياه. مياه ايه؟ التبريد. يبقى انا لما اجي اقرا زي ما اتفقنا من بره لجوه يبقى واحد درجة حرارة. جوه اللي هي ايه؟ رقم اتنين اللي هي ايه؟ مياه تبريد الخاصة بايه؟ بالمحرك. طيب لو انا عندي نفس الكلام ترمومتر بالمنظر ده، وعندي هنا علامة كده، وعندي هنا كده النقطة دي كده، ده احنا عارفين ده رمز المكبس الهيدروليك، يعني ده اختصار للهيدروليك. اما اجي اقرا بقى من بره لجوه زي ما بنقرا، واحد درجة حرارة، اتنين جوه زيت ايه؟ رقم تلاتة اللي هو ده ايه؟ الهيدروليك.
يبقى دي درجة حرارة زيت الهيدروليك. انا اي رمز في الدنيا عليا اول ما بتبص عليه بقدر اقرا الرمز ده عبارة عن ايه بالظبط بالخطوات دي من بره لجوه للنص. درجة حرارة مستوى مياه التبريد الخاصة بالمحرك، او درجة حرارة نقطة سوداء يبقى زيت الايه؟ ممكن يكون محرك زي ده وممكن هيدروليك زي ده. تمام؟ الرمز ده رمز الضغط. الرموز دي مع الوقت بقى انا بعرفها كلها. طيب لو فرضنا ان انا عندي نفس الشكل ده كده للمحرك اهوت، ونقطة الزيت اهيت هي تمام؟ وما عنديش هنا ولا سهم ولا ترمومتر، وعندي العلامة دي علامة ايه؟ فلتر. يبقى هو كده اللمبة دي الحمراء دي لما تنور هنا يبقى عندي مشكلة في ايه؟ اعرف في فلتر يبقى رقم واحد زي ما اتفقنا من بره لجوه زيت 3 الوسيط اللي هو الايه؟ المحرك. يبقى فلتر زيت المحرك، لما فلتر زيت المحرك منور احمر دي كارثه. فلتر زيت مكتوب لا قدر الله فيه مشكله تحت الزيت ده ممكن يكسر المكنه في ثواني. دي لمبه هتلاقيها حمراء يبقى لازم اقف فورا ابص عليها. تمام؟ ممكن الاقي عندي بالمنظر ده شكل المحرك ولا عندي علامه كده. دي علامه ايه؟ نقطه من تحت كده، دي علامه تعجب على المحرك، يبقى برضه في مشكله في المحرك اقدر ابص عليها. لو اللمبه دي صفراء امشي لحد ابص على اقرب مكان اتشيك عليه او اختبر او اشوف المشكله ايه او ادخل بالجهاز او حد متخصص او خلافه. لكن حمراء لازم اقف تماما. تمام؟ طيب عندي حاجات تاني ممكن اشوفها برضو مختلفه عن الكلام ده. يعني مثلا عندي درجه حراره، احنا اتكلمنا عن درجه الحراره، اتكلمنا عن الضغط، اتكلمنا عن الفلتر، اتكلمنا في عندنا برضو علامه دي علامه مستوى. يعني لو جاب لي المحرك وجاب لي موجة وجاب لي العلامة دي كده، أجرب الرمز ده ألاقي إيه؟ ده مستوى. ده احنا قلنا إيه؟ مياه تبريد. ده قلنا إيه؟ محرك. يبقى مستوى مياه تبريد المحرك. أكيد بقى هبص عليها هلاقيها منخفضة. يبقى أنا لما ألاقي الرمز ده أعرف إن هو إيه؟ مستوى. ده موجة دي كده خلاص دي ميه، دي محرك. ممكن ما يكونش محرك، ممكن يكون عندي هيدروليك، ممكن يكون عندي ترس، يبقى ده ترانسميشن. بنفس الطريقه ممكن يكون عندي مثلا كورونا، الاقي الرمز ده اعرف ان ده كورونا، الاقي الرمز ده اعرف انه هيدروليك، الرمز ده اعرف ان هو ترانسميشن او فتيس، الاقي الرمز ده اعرف انه محرك. في بقى رموز تانية خاصة مثلا بالإشارات. ألاقي دايرة كده عليها سهم شمال خلاص ده شمال، أو سهم يمين خلاص ده يمين. الأهم من كل ده إن أنا آخد بالي من الأصفر والأحمر. دول أخطر حاجة عندي. أخضر خلاص زي ما اتفقنا الدنيا شغالة. تمام؟ أتمنى تكون وصلت المعلومة كده، عرفنا إزاي إيه نقرا الرمز بالخطوات بتاعته. الرموز دي حاجة ستاندر في العالم كله. لأي حاجة ممكن تقابلك في حياتك، ممكن تكون دايل عربية، ممكن تكون دايل معدة، ممكن تكون تلفزيون، شاشة، طريق، مترو، طيارة، أي حاجة بتقابلك في الدنيا هتلاقي رمز. أنت لما تركب مثلا تلاقي حزام الأمان، لو حتى بأي لغة مش فاهم هتلاقي علامة حزام الأمان، هتلاقي منور لك لمبة يبقى خلاص دي لازم تلبسه، طفي اللمبة يبقى خلاص مش مهم. مثلا علامة التنبيه بتاعت المضيفة مثلا هتلاقي لمبة وجنبها زرار، تدوس عليه اللمبة تنور يبقى أنت كده بتطلب المضيفة، حتى هي بتعرف لو تلاقي اللمبة دي نور. هنيجي الرمز ده نلاقي برضو ايه سهمين اهمت، علامه ضغط زيت، وهنا بقى العلامه مختلفه دايره كده من بره وعليها ايه نص هنا نص هنا علامه الفرامل. يبقى ده ضغط زيت الفرامل، ضغط زيت الفرامل. في عندي برضو علامه هنا جديده ما اتكلمناش عنها، السهم وطالع منه ايه خطين كبار كده، ده الهواء. ده ايه الهواء اللي داخل ايه هنعرف احنا الايه. دي علامه فلتر ودي علامه محرك. يبقى ده ايه فلتر هواء المحرك، فلتر هواء المحرك. هنا ترمومتر وهواء ومحرك، يبقى درجة حرارة الهواء اللي داخل للمحرك، درجة حرارة الهواء اللي داخل للمحرك 1 2 3. فلتر هواء المحرك يبقى 1 2 3 فلتر هواء المحرك، وهكذا نفس الطريقة. درجة حرارة زيت الترانسميشن، علامة تعجب، علامة فرامل، ضغط وجوه نقطة اهي تبقى ضغط زيت الفرامل.
وهكذا اهو. ترمومتر درجه حراره موجه يبقى ميه، درجه حراره ميه تبريد ايه، والعلامه دي علامه ايه، كرانكستي علامه المحرك، درجه حراره المحرك. نفس الكلام ترمومتر ونقطه يبقى درجه حراره زيت الهيدروليك، درجه حراره ضغط زيت المحرك، تعجب، بطاريه، وهكذا. اتمنى تكون المعلومه وصلت، وان شاء الله تكونوا استفدتوا بيها يعني. شكرا. مع بعض هنقرا مع بعض كده شويه رموز. لو بصينا كده على الرمز ده، هبدا اقرا من بره اهوت، الاقي علامه السهم ده المستوى، ابص جوه الاقي نقطه يبقى زيت، ومستوى زيت، علامه المكبس موجوده يبقى مستوى زيت الهيدروليك. تمام. لو جينا على الرمز اللي بعديه هنلاقي علامه ايه، الفلتر، فلتر وجوه نقطه يبقى نقطه زيت، يبقى فلتر زيت، ترس يبقى الفتيس، يبقى فلتر اويل، فلتر ترانسميشن، او ترانسميشن اويل فلتر بقى لو هقلبها يعني. اهو يعني هنا ايه، ليفل اويل هيدروليك اويل ليفل، مستوى زيت الهيدروليك. هنا ترانسميشن اويل فلتر، او ترانسميشن اويل فلتر زي ما احنا ايه ماشيين. ديفرنشال ايه تمبريتشر اللي هي درجه حراره الكورونا. الرمز ده فيه هنا علامه ضغط وعلامه فلتر ونقطه زيت ومكبس، يبقى ضغط زيت فلتر هيدروليك. تمام. هنا في التابلو حاطط لي الهيدروليك كذا رمز، حاطط لي هنا مستوى زيت الهيدروليك اهو، مستوى واحد جوه نقطة زيت، اتنين، تلاتة اللي بره ايه الهيدروليك، مستوى زيت الهيدروليك. الرمز اللي تحت منه حاطط لي فلتر بره، يبقى فلتر زيت الهيدروليك. في الشاشة التانية هنا حاطط لي ايه، ترمومتر، يبقى درجة حرارة زيت الهيدروليك. نفس الكلام حاطط لي هنا سهم ضغط من بره، يبقى ضغط زيت، هنا بقى ايه علامة محرك، ضغط زيت المحرك. كده اهو انت مش طالبها يعني. اتمنى تكون المعلومه يعني اتسهلت شويه وبقت واضحه، واشكركم جميعا. لو اي حد عنده تعليق او عاوز يفهمها او حاجه مش عارفها يسيب